انهيار وجنون عمرو أديب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعين قناة توب تيم، أهلا بيكم معانا في خبر جديد على الماشي. بس هو الخبر في منتهى الأهمية. كان أحلى ماتش النهاردة، أحلى مباراة النهاردة. الأهلي فعلا كان متألق يا جماعة، وكان حظه من السماء. ما ننكرش إن هو كان له حظ. الكل كان متوقع إن مازيمبي هو اللي هياخد المباراة والجون بتاعها يتلغي واحنا نجيب 3. بسم الله ما شاء الله عليك يا اهلي، في الجون في الجون في الجون دايما يا اهلي. انهيار وجنون عمرو اديب على الهواء مباشرة بعد فوز الاهلي على مازيمبي النهارده. ثلاثية نظيفة ينهار امامها مازيمبي من قاهر كل الفرق. الاهلي حبيب الجماهير، حبيب الملايين. النهارده عمرو اديب يا ساده بينهار على الهواء مباشرة بعد فوز الاهلي على مازيمبي بثلاثية نظيفة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. شاهد ماذا قال. بس في البداية لو أنت أهلاوي أصيل، اضغط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وحصري عن الأهلي وكرة القدم في مصر وكل الفرق. علق الإعلامي عمرو أديب على فوز الأهلي على مازيمبي النهارده بثلاثية نظيفة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأدلى بتصريحات مثيرة جدا نقلتها الإذاعة السعودية منذ قليل. قال عمرو أديب: أنا نفسي يبقى عندي ربع حظ الأهلي. بصراحة النادي الأهلي ده محظوظ جدا يا جماعة، محظوظ جدا. مازيمبي كان ماسك المباراة من أولها، وكل الناس كانت متوقعة إن مازيمبي هو اللي هياخد المباراة وهيكسبها الأهلي في القاهرة. لكن بقدرة قادر مازيمبي يتلغي له جول والأهلي يجيب 3. أنا ما بقتش عارف أعمل إيه مع الأهلي. الأهلي دايما مجنني. كل أصحابي كانوا بيقولوا لي إن الأهلي فرصته ضعيفة، لأن مازيمبي فرقة قوية وبتعرف تلعب كورة كويس جوه أرضها وبره أرضها. وكمان قالوا لي بدون شك مازيمبي هياخد المباراة من الأهلي في القاهرة وعلى استادهم وعلى نجيلة ملعبهم كمان. لكن أنا اكتشفت إن كل ده في الفاضي، كلام فاضي. والأهلي كسب بثلاثية. ويا ويلك يا ترجي، يا ويلك يا ترجي من الأهلي. وخلاص طالما النهائي ما بين الأهلي والترجي، يبقى بإذن الله 1-1. ألف ألف مبروك للأهلي. ألف مبروك للأهلي. خلاص الأهلي هياخد دوري أبطال أفريقيا بإذن الله، وهيلعب في كأس العالم، وهيعمل كل حاجة في الكورة، وإحنا مش عارفين نصعد الكونفدرالية. الزمالك بخته اسود واسود، والأهلي بخته إيه؟ ده بخته على العال. ده غلب مازيمبي بالتلاتة. أكرم توفيق، أكرم توفيق اللي بقاله 50 سنة في الأهلي محدش عارفه ولا سمع عنه، النهاردة بيسجل جول. وكمان وسام أبو علي اللي كل الناس بتقول ان هو مهاجم كويس ومحترم وبيتحرك حلو في الملعب، بس مش لدرجة ان هو يجيب جول. جاب جول يا جماعة. الاهلي عمل النهاردة كل حاجة ممكن تتعمل. الاهلي كسب مازيمبي بناس اصلا المفروض ان هي ما بتكسبش حد، بس الاهلي ما فيهوش حد كده. الاهلي فوق الجميع، وباذن الله هو بطل دوري ابطال افريقيا. والحقوا بقى عمرو اديب يا جماعه من الاهلي اللي هيجننوا. وبكده يكون الخبر بتاعنا النهارده انتهى. والف الف مبروك لكل الاهلاويه والمصر كلها. دايما الاهلي مفرحنا، ويا رب يفضل دايما مفرحنا. سلام. ما تنسوش تصلوا على النبي.